الفيلم ده أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية بتبدأ في المكسيك مع طفل اسمه خوسيه وهو قاعد في أراضي زراعية، وباباه بينادي عليه علشان يركبوا العربية ويتحركوا. بيكون باباه زعلان جدا إنه هيسيب المكسيك ويسافر أمريكا، لكنه بيكون مضطر علشان يلاقي فرصة أحسن للحياة ليه ولعيلته ويزرع أراضي هناك ويستقروا. فعلا بيسافروا بيشتغلوا كلهم في الزراعة، وبيروح خوسيه للمدرسة وبيكون واضح إن الطلبة كلها بتتعامل معاه بطريقة وحشة لأنه مش أمريكي زيهم وبيتكلم شوية أسباني وشوية إنجليزي. لكن المدرسة بتاعته اللي اسمها يونج بتكون داعمة ليه، خصوصا إنه خوسيه شاطر جدا في الرياضيات والأرقام. بنشوف ابن عمه بيتو اللي بيكون لسه داخل الفصل متأخر، لما بيسأله خوسيه اتأخر ليه بيقول له بيتو إنه كان عنده شغل في الأرض وخلص متأخر. وبيستمر الوضع على كده، كل يوم خوسيه وبيتو بيروحوا يساعدوا عيلتهم في الأرض، وبعد ما بيخلصوا بيطلعوا على المدرسة. لكن بيبان إن خوسيه مش عاجبه الزراعة وعايز يركز في الدراسة أكتر. بيتو عكسه بيحب الشغل أكتر من الدراسة ومهتم بالزراعة. وفي يوم بيروح خوسيه المدرسة وبيسأل المدرسة يونج إيه فايدة النجوم؟ بتقول إنها ما تعرفش السبب الحقيقي وما تعرفش شكل النجوم، لكن بتعرفه إنه ممكن في يوم من الأيام يطلع الفضاء بنفسه ويشوف النجوم ولما يرجع يبقى يحكي لها. بيكون في الوقت ده سنة 1969. بنشوف خوسيه في البيت بيتفرج على التلفزيون وبيتابع إطلاق الرحلة أبولو 11 للفضاء، وبيحلم باليوم اللي يكبر فيه ويكون رائد فضاء. وبعد كام يوم بتيجي الأستاذة يونج على البيت وبتقول لبابا ومامة خوسيه إن ابنهم متفوق جدا في الدراسة خصوصا مواد الرياضة والأرقام، وممكن في يوم من الأيام يكون مهندس ناجح وشاطر. لكن المشكلة إن هما كل شوية بيسافروا من مدينة للتانية وده مخليه مش مستقر. بابا خوسيه بيقول لها إنه بيعمل كده غصب عنه وإنهم بيروحوا للمكان اللي يلاقوا فيه أراضي زراعية كويسة علشان ده شغلهم، فبتمشي الأستاذة يونج وهي زعلانة. لكن خوسيه بيجري وراها وبيديها ورقة هو راسم عليها حلمه وبيبقى مكتوب إن نفسه يكون رائد فضاء. بتقول له يونج إنها واثقة إن اليوم ده هيجي في المستقبل. وبعد شويه بنشوف ان عيله خوسيه قررت انها تسافر لمدينه تانية بعد ما صاحب الارض اداهم فلوسهم ناقصه بحجه انهم ما جمعوش المحصول كله، وبيمشوا هم زعلانين كلهم. بتعدي السنين وبنشوف ان خوسيه كبر ودخل الجامعه، والنهارده يوم التخرج بتاعه. بنكون وصلنا لسنه 1985. خوسيه بيروح على مكان شغله اللي بيكون في مجال الطاقه والاشعه السينيه، المدير بيكون بيدي محاضره لكل الموظفين وخوسيه بيقطعه وبيقول له على تصحيح اللي بيقوله. لكن المدير بيتضايق وبيساله انت مين؟ بيعرفوا خوسيه بنفسه انه جاي يشتغل مهندس مختبر، وبيطلب من واحد من اللي شغالين انه ياخد خوسيه على المكتب بتاعه ويديله شغل كتير علشان يثبت كفاءته. بعدها بيروح خوسيه على موظفة الاستقبال علشان يقول لها ان عنده لمبه محتاجه تتغير. موظفة الاستقبال بتقول له انها تعرفه انه اكيد عامل النظافه الجديد، بتديله كل المفاتيح بتاعه المكاتب علشان يروح المخزن يجيب لمبه يغيرها ويبقى ينظف المكاتب بعد كده. فعلا خوسيه بياخدها منها ومش بيصحح لها المعلومه ولا بيقول لها هو مين. وبعد ما بيخلص يوم الاول في الشغل بيروح علشان يقابل بيتو واللي بقى عنده شغل الخاص في مجال الزراعه وبيشتغل في اكتر من ارض. وبيتو بيكون مش فاهم بالظبط خوسيه شغال في ايه، لكنه بيقول انه بيتمنى ليه دايما انه يكون متفوق ويشرف العيله كلها. بعد كده بيرجع خوسيه على المكتب بتاعه في الشغل وبنشوف انه مقدم استمارة التحاق بوكالة ناسا الفضائية، لكن الرد بيجيله انه مرفوض. الموضوع ده بيضايق خوسيه وبيأثر عليه جدا، ولما بيرجع البيت بيكون متضايق وبيخرج يتكلم مع باباه شوية. بابا بيقول له ان لازم يفضل ورا حلمه ويحاول اكتر من مرة، وبيفكروا انه باع البيت بتاعه من زمان وساب المكان اللي كانوا فيه علشان يساعده يحقق حلمه. خوسيه بيتضايق وبيقول له انه كل ما بيقعد معاه لازم يفكر انه ضحى علشانه وهو عارف الحكايه دي كويس، وبيمشي وهو متضايق. بعد فتره بيروح خوسيه علشان يشتري عربيه جديده علشان يروح بيها الشغل. هناك بيتعرف على بنت اسمها اديله بتكون شغاله في مكتب العربيات، وخوسيه بيقول لها انه شافها قبل كده في الارض الزراعيه. بتقول لاديله انها بتساعد باباها اوقات وانهم كانوا جايين من المكسيك، فبيحسوا خوسيه انهم شبه بعض وبيطلب منها انهم يخرجوا. هي بتقول له انه لازم يقابل باباها الاول. فعلا بيوافق خوسيه وبيروح علشان يقابل باباها، ولما بيوصل البيت بتكون العيله كلها متجمعه هناك وباباها بيكون لسه ما جاش من الشغل. كلهم بيرحبوا بخوسيه وبيتكلموا معاه عن شغله لحد ما بيوصل باباها وبيرحب بيه هو كمان، لكنه بيقول ان بنته مش مسموح لها انها تخرج لوحدها وتقابله بره، بس انت مرحب بيك انك تيجي هنا تزورنا في اي وقت وتتكلم معاها قدامنا، بس ده بشرط ان اكون موجود وجيت من الشغل. خوسيه هنا بيقول انه مش زعلان وانه مقدر رغبته جدا، وقبل ما يجي بعد كده هيعرفه. بيقوم علشان يمشي فبتخرج أديلة تتكلم معاه بره، بتفضل تعتذر له بقى عن اسلوب باباها وبتقول له انه من الناس القديمه وما يعرفش حاجه غير الزراعه والشغل بس. لكن خوسيه بيعرفها انه مش زعلان وانه اكيد هيجي مره تانية يتعرف عليهم اكتر. بعدها بيروح خوسيه على الشغل وبيكتشف بالصدفه ان في غلط في الارقام اللي خرجت من فريق مهندسين المختبر، فبيروح على المعمل وبيفضل يحلل في النتائج والارقام اللي عنده لحد ما بيجي المدير ويكون معاه فريق المهندسين. بيسال خوسيه هو دخل هنا ازاي، بيقول له ان موظفه الاستقبال اديته المفاتيح وكانت فاكره انه عامل النظافه علشان كده عرف يدخل. بعدها بيشرح له وجهه نظره والغلط اللي في الارقام. المدير بيبص على الارقام وبيتاكد ان خوسيه هو اللي صح، وبيطلب من فريق المهندسين كلهم انهم يراجعوها ويسمعوا كلام خوسيه. بعدها بيروح خوسيه وبيقعد مع اديله في البيت،
مامتها بتقول له يتكلموا بسرعه قبل ما باباها يجي. بتقول اديله لخوسيه ان حلم حياتها اللي يكون عندها مطعم خاص بيها. خوسيه بيقول لها انه بيحلم انه يكون رائد فضاء ويشتغل في وكاله ناسا. ساعتها بقى اديله بتفضل تضحك عليه لانها فاكره انه بيهزر، لكن خوسيه بيقول لها انه بيتكلم جد وبيحلم بكده ويحقق الحلم ده في يوم من الايام. اثناء ما هما بيتكلموا بيجي بابا اديله وبيزعق لخوسيه، لكن خوسيه بيقول له انه عايز يتجوز بنته. فعلا بيوافق وبيتجوزوا هما الاثنين، وبتعدي كذا سنه وبيعيشوا مع بعض سعداء وبيخلفوا طفلين. واديله بتكون حامل في الطفل الثالث. حياتهم بتكون سعيده ومستقره، وخوسيه بيبدا يترقى في شغله، والمدير بتاعه بيثق فيه وبيخليه يدي المحاضرات مكانه، بيقف يتفرج عليه وهو مبسوط. لما بيرجع البيت بيتفاجئ ان اديله قاعده وزعلانه منه بسبب ان جالها جواب من وكاله ناسا كان هو مقدم ان انضم لهم وهم رفضوا، وبتقول انها دورت في حاجات ولقيت 5 جوابات تانية. على كده ان بقاله 6 سنين بيحاول انه ينضم لناسا من غير ما يقول لها. بتفضل تقول انها مراته وان المفروض يشارك معاها كل حاجه في حياتهم وهي هتكون اول واحده تساعده. كان خوسيه بيقول لها انه عرفها قبل كده ان الموضوع محبط جدا بالنسبه ليه ومش عايز يشاركه مع حد، والكلام ده بيضايق اديله اكتر، وبتقول له انها هتكون اول واحده تساعده وانها كده مش هتثق فيه لانه بيخبي عليها. بينزل خوسيه وهو متضايق وبيروح يقعد مع بيتو، وبيتو بيقول له ان مراته مش قصدها حاجه، هي بس عايزه تحس انها مهمه في حياته وانها رقم واحد، عشان كده بيطلب منها يهدى ويروح يعتذر لها. فعلا بيروح خوسيه على البيت وبيفضل يقول لها ان مش قصده يخبي عليها حاجه، بس هو بيكون متضايق لما بيترفض علشان كده مش عايز يقول لها. بتقول له اديله انها تساعده يحقق حلمه، وبتساله ايه اللي موجود عند الناس اللي اتقبلت اخر 6 سنين مش موجود عندك. بيقول لها ان معظمهم عندهم شهادات رياضيه وبيلعبوا غطس وعندهم رخصه سواقه طيارات، والحاجات دي محتاجه فلوس. بتقول انها تديله الفلوس اللي محوشاها علشان المطعم، وانها مستعده تاجل المطعم دلوقتي بس هو يحقق حلمه. بيكون خوسيه مش موافق وبيقول لها ان المطعم حلم حياتها، لكنها بتقول له ان هو الاهم دلوقتي وبتصمم تديله الفلوس. فعلا بياخدها منها وبيبدا يتدرب على سواقه الطيارات وبيلعب غطس وبيعمل رياضه كل يوم. وبعد فتره بنشوف ان اديله خلفت الطفل الثالث، والجواب بيجي من وكاله ناسا. خوسيه مرفوض زي كل مره، لكنه بيقرر ما يستسلمش ويكمل محاولات وتدريبات لحد ما بينجح. بعد كده بنوصل لسنه 1999 وبيسافر خوسيه لسيبيريا في رحله تبع الشغل. بيعرف ان مراته ولدت الطفل الرابع وهو مسافر، وبيكلمها في التليفون وبيعتذر لها انه ما كانش معاها في لحظه مهمه زي دي، لكنها بتفضل تقول له يركز في شغله وما يشيلش هم، وهي مامتها معاها وكل حاجه هتكون كويسه. بعد ما الرحله بتخلص بيقرر خوسيه المره دي انه يروح بنفسه لوكاله ناسا علشان يقدم لهم طلب الانضمام ليهم، وبيقابل هناك واحد اسمه السيد ستوركو، وبيقول انه جاي علشان يقدم طلب الانضمام بدل ما بيبعته بالميل او في البريد. السيد ستوركو لما بيعرف هو مين بيقول له انه شاف طلب الانضمام بتاعه قبل كده ودي هتكون المره ال11 ليه، لكن خوسيه بيقول له ان دي المره ال12، وطول 12 سنه اللي فاتت بيطور نفسه بيحاول يتعلم من اخطائه ويعرفه اللي وصل ليه المره دي في الشغل والرياضه والطيران وكل الحاجات اللي اشتغل عليها الفتره اللي فاتت. والمره دي بيكون خوسيه واثق انه هيتقبل، فبيقول له السيد ستوركو انه يسيب الطلب بتاعه وهو هيبص عليه ويقول له. بعد كام يوم بيكون في عيد ميلاد لواحد من اطفال خوسيه واديله، والعيله كلها بتكون متجمعه علشان يحتفلوا بيه. في الوقت ده بيجي جواب بالبريد على البيت، وبتخرج اديله تفتحه وبتعرف انه خوسيه اتقبل في وكاله ناسا المره دي، فبتجري عليه علشان تفرحه. وخوسيه بيكون مش مصدق نفسه، بياخد الجواب وبيروح يعرف العيله كلها وكلهم بيكونوا مبسوطين بيه وبيفضلوا يباركوا له، وبيتو بيديله سلسله تفضل معاه علشان يفتكره، وبيقول له انه كان واثق ان اليوم ده هيجي وان مفيش حد حق انه يطلع الفضاء اكتر منه. بعد كده بيروح خوسيه على الشغل علشان يبدا اول يوم، والسيد ستوركو بيقول كلمه لكل المنضمين جديد للوكاله. بعد ما بيخلص بتطلع واحده اسمها كيسي بتقول لهم انها كانت زيهم في يوم من الايام وكل حلمها انها تنضم للوكاله، وما كانتش من اسره كبيره ولا عريقه، لكنها قدرت تحقق حلمها في النهايه وشغاله في ناسا بقالها فتره طويله. وعلى طول بيبدا خوسيه تدريباته وبيتعلم الغطس والتحكم في نفسه تحت الميه، وبيشتغل على ارقام وحسابات الرحلات الفضائيه وكل حاجه تخص وكاله ناسا. ولما بيرجع البيت بيقعد يتكلم مع ابنه الكبير خولجو، واللي بيكون عنده نفس حلم باباه وبيحب الفضاء ونفسه يطلع رائد فضاء هو كمان. بعدها بيروح خوسيه علشان يتكلم مع اديله، وبتقول له ان بقاله كتير بره البيت وما بقوش يشوفوه، الاولاد بيسالوا عليه على طول، يقول لها ان ده غصب عنه والشغل في الوكاله كتير وهو على طول مشغول. في الوقت ده بيجي له تليفون بيعرفوا ان بيتو مات. على طول بيجروا كلهم على بيت بيتو، بيعرفوا انه كان بيتو راجع من الشغل في وقت متاخر، وكان في خناقه كبيره وتبادل اطلاق نار بين عصابتين وهو اتصاب بالغلط ومات. محدش من العيله بيكون مصدق اللي حصل، لكن بنت بيتو بتروح تتكلم مع خوسيه وبتقول له ان باباها كان دايما بيقول لها ان عمها خوسيه هيكون رائد فضاء في يوم من الايام، علشان كده بتطلب منه يفضل ورا حلمه لحد ما يحققه علشان يكرم باباها. وفعلا بيبدا خوسيه يركز اكتر في شغله وبيطلع بالطياره مع المدير ستوركو، بتحصل غلطه والزرار بتاع التحكم بيبوظ عند خوسيه وبيعرض نفسه وبيعرض المدير للغلط، لكن برج المراقبه بيقدروا يتصرفوا في اخر لحظه وبينقذوه. ولما بينزلوا على الارض بيتكلم السيد ستوركو مع خوسيه انه لازم يركز علشان لو فضل يعمل غلطات كده هيمشوه. بعدها بتروح كيسي تتكلم مع خوسيه وبتقول له انها طالعه رحله للفضاء قريب وهتكون قائده مكوك، وبتقول له ان اللي زيه واللي زيها لازم
بيحاربوا طول العمر علشان يفضلوا في مكان كويس ويدوا دفعة لكل اللي في نفس ظروفهم انهم يسعوا ورا حلمهم. خوسيه بيشكرها على الدفعة اللي اديتها له، وبنكون وصلنا لسنة 2003 بنشوف تدريبات جديدة على الغطس لخوسيه والفريق اللي معاه، وبيكون مطلوب منهم يفكوا بعض تحت المية ويخرجوا كلهم من غير إصابات، ولو حصل أي حاجة غير كده هيكونوا مش مؤهلين انهم يطلعوا الفضاء. كلهم بيفضلوا يحاولوا لحد ما بينجحوا وبيطلعوا من تحت المية بسلام. بعد شويه بنشوف خوسيه وهو واقف في المطعم اللي فتحه الأديلة، وبيكون بيساعدها في كل حاجه، والزبائن بتوع المطعم كلهم عارفينه وبيسالوا امتى يطلع الفضاء. خوسيه بيفتح التلفزيون وبيعرف من الاخبار ان المكوك اللي عليه كيسي والفريق اللي معاها اتدمر بالكامل وكلهم ماتوا، فبيجري بسرعه على الوكاله وبيعرف من السيد ستوركو ان حصل خلل في المحركات وسبب انفجار للمكوك وكل الطاقم مات. الموضوع ده بيخلي خوسيه زعلان وبيعلق صوره كيسي عنده في البيت. بعد كده بنوصل لسنه 2008 بنشوف ان السيد ستوركو بيتكلم مع خوسيه ان مسؤولين مركز الاختبار عايزين يتكلموا معاه. بيروح خوسيه يقعد معاهم وبيقولوا له انهم عارفين ان كيسي كانت صديقته وانه زعل عليها جدا، لكن هو دلوقتي مرشح ان يكون المسؤول رقم 2 على المكوك الفضائي في الرحله اللي جايه مع الكابتن ستوركو، وبيسالوه اذا كان مستعد ولا لا. بيقول لهم خوسيه انه مستني اللحظه دي من 30 سنه تقريبا ومش هيجي دلوقتي يقول عليها لا. فعلا بيوافق وبيلبس اللبس بتاع رواد الفضاء وبيروح بيه المطعم، وده علشان يعرف أديلة، وأديلة بتكون مش مصدقه نفسها وبتفضل تحضنه وبتقول له انها فخوره بيه وكانت واثقه انه هينجح. بيقعدوا كلهم يتفرجوا على المؤتمر اللي عامله خوسيه وطاقم المكوك، وبيتكلم عن باباه ومامته المزارعين اللي ضحوا بكل حاجه علشانه. بيروح يقعد بعد كده مع أديلة وبيقول لها انه لولاها ما كانش في اي حاجه من اللي عملها دي نجحت، وبيشكرها على كل حاجه. وبيجي الوقت اللي لازم خوسيه يمشي علشان يروح على وكاله ناسا يعمل معسكر ويستعد للرحله، وبيودع العيله بتاعته كلها وبيمشي. لكن بعد شويه بتروح له أديلة علشان تطمن عليه وبتقول له انه في ضيف عايز يقابله. بيتفاجئ لما بيشوف الاستاذه يونج المدرسه بتاعته وهي جايه وبتديله الورقه اللي خدتها منه زمان، وبتقول له انها فضلت معاها لانها كانت واثقه ان اليوم ده جاي. خوسيه بيكون فرحان جدا ومش مصدق انها لسه محتفظه بيها. وبعدها بيجي الوقت اللي بينطلق فيه الصاروخ، وكل العيله بتكون قاعده بتتفرج على خوسيه وهم قلقانين عليه. أديلة بتكون فخوره بيه انه اخيرا حقق حلمه بعد كل السنين دي. خوسيه كمان بيكون مش مصدق نفسه لما بتطلع الرحله وبتوصل، وبيفضل يبص على نفسه لانه مش عارف هو في حلم ولا حقيقه. وبنعرف من القصه الحقيقيه ان خوسيه كان في الرحله ديسكفري اللي قعدت في محطه الفضاء الدوليه 13 يوم قبل ما يرجع على الارض، وهو اول مزارع مهاجر يطلع الفضاء. في الوقت الحالي عايش مع عيلته وبيساعد باباه في الزراعه، وبيبني بيت هو وأديلة علشان يعيشوا فيه لما يتقاعد. ودي الصور الحقيقيه لابطال الفيلم. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.